في أقل من ساعة هنعمل أحلى غدا صحي وخفيف وتتبيلة خطيرة للفراخ، متأكدة هتعجبكم. لتتبيلة الفراخ هنبدأ بفصوص الثوم، هحط حوالي من 4 ل5 فصوص ثوم. هضيف كمان الكزبرة الخضراء، أنا بحب الكزبرة الخضراء في تتبيلات الفراخ، بتديها طعم حلو قوي. كوباية من الكزبرة الخضراء، وكمان هضيف شوية توابل بسيطة، ملح وفلفل وزعتر مجفف وأي توابل الفراخ بتحبوها. طبعا ممكن نضيف أي توابل تانية متوفرة أو بنحب نضيفها. كمان هضيف عصير ليمونتين، الليمون هيمنع اي ريحه مش حابينها للفراخ. وكمان بحب اضيف معلقه كبيره من عسل النحل، ده هيديها كده لون حلو قوي وهيظبط التتبيله بتاعتنا. بعد ما هضيف عسل النحل، اخر حاجه هحطها هي زيت الزيتون. انا بحط حوالي تلت كوبايه من زيت الزيتون، وطبعا ممكن نستخدم الزيت العادي لو حابين. وهناخد كل الخليط ده وهنفرمه كويس جدا، وده شكله وقوامه بعد ما اتفرم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد منه حوالي 4 معالق كبار، هحطهم على الفراخ. انا بحب قوي اتبل الفراخ في كيس بلاستيك عادي من اكياس التلاجة، بحس ان التتبيله بتدخل فيها احسن واقدر اقلبها كويس. هاخد 4 معالق هحطهم وهسيب الباقي وهقول لكم هنعمل بيه ايه. بعد ما حطيت التتبيله طبعا هوزعها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وهسيب الفراخ في التتبيله ربع ساعه لحد ما نبدا نعمل الرز. وهقول لكم نعمل ازاي الرز بطريقه صحيه وسهل جدا. بغسل الرز واحطه في الحله، وبحط عليه معلقه كبيره من زيت الزيتون، وبعد كده بشغل النار. هحط عليه معلقه مليانه من التوابل اللي احنا حضرناها، واكيد هنظبط الملح، وهنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. طبعا بعد ما ولعنا النار عليه هنديله تقليبه كده، وبعد كده اكيد هنحط الميه السخنه. لكل كوبايه رز بسمتي 1.5 كوباية ميه سخنه. بعد كده هغطي بعد ما يشرب كل الميه، طبعا زي ما انتوا شايفين بضيف الميه السخنه بعد ما يشربها كلها. ههدي النار واوطي واسيبه يكمل سوا. هيطلع رز حلو جدا ومفلفل وخفيف وصحي، هيعجبكم قوي لو جربتوه. بعد كده في الحله او البان هبدا اشوح او اسوي الفراخ. انا الفراخ بتاعتي استخدمت كيلو من الفراخ وقسمت الصدر على 2. هحط الفراخ كلها على نار عاليه مره واحده، ما تقلقوش، طالما النار عاليه مش هينزل اي سوائل. وطالما البان بتاعتكم سخنت كويس جدا، هحطها على كل جنب تاخد لون حلو، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. هي هتاخد تقريبا دقيقتين على كل جنب لحد ما تاخد اللون الحلو ده. وطبعا العسل هو اللي مديها اللون اللي انتوا شايفينه ده. هي كده لسه ما استوتش، ما كملتش سوا. بعد ما هقلبها على الجنبين على كل جنب دقيقتين، هضيف عليها باقي الصوص بتاعنا اللي انا كنت سايباه على جنب. هحط الصوص كله مره واحده على الفراخ، هوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعشان الفراخ تكمل سوا من غير ما تتحرق، هضيف عليها حوالي كوبايه من الميه السخنه. مش محتاجين اكتر من كوبايه، لو بتستخدموا كميه اقل ضيفوا نص كوبايه. هغطي عليها واسيبها تكمل سوا، هتاخد من 7 ل10 دقايق ونقدم اكلتنا. زي ما انتوا شايفين الرز مفلفل والفراخ خطيره، لازم تجربوها. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه وشير للفيديو.